حصلت له مصيبة بالبث المباشر. ده زفير شاب عنده 25 سنة ومعاه بنت عندها 4 سنين. تيك توكر بيعمل فيديوهات ليبسينج او بيلعب فيها مع بنته، وده الاكونت بتاعه. زفير ده انسان كويس، لكن كانت مشكلته الوحيدة وهي انه لما يفتح بثوث مباشرة كان دايما بيشتم وبيغلط في كل الناس اللي بتدخل معاه جولات، بس علشان يزود التفاعل عنده في البث المباشر، وده ادى الى ان هو يعمل مشاكل مع تيك توكرز كتير جدا. فالمهم من حوالي 4 شهور بالظبط عمل بث مباشر مع الشاب اللي انتوا شايفينه، واللي برضه كالعادة زفير ده كان بيشتم فيه. لكن الحاجة الغريبة اللي حصلت في البث ده وهي انه اثناء ما كان بيشتم الشاب ده، الولد قرر ان هو يهدده ويقول له على فكره انا عارف مكانك واصلا ساكن جنبك. وبعد ثواني بالظبط بنشوف زفير هو وصاحبه اللي كانوا قاعدين في البث بيجروا، وبعد كده بنسمع صوت طلقات جايه من البث بتاعه. وبعد شويه بينتهي البث لغايه ما بيظهر خبر ان زفير ده في حد انهى حياته. الناس كلها شكت في البدايه من الشاب اللي كان طالع معاه في اللايف لان هو كان بيهدده، وكمان 2 تيك توكرز تانيين برضه طلع زفير ده قبل كده وشتمهم. لكن كل التيك توكرز دول عملوا فيديوهات وهم مصدومين من اللي حصل، وبيقولوا انهم ما عملوش كده، وبيفضل الموضوع مستمر على الحال ده ومحدش عارف مين اللي عمل كده في زفير، لغايه ما بيجي بيان من الشرطه بانهم قبضوا على التيك توكر ده، واللي بالمناسبه كان بيهرب من جامايكا. وفي المطار واكتشفت الشرطه ان هو ده التيك توكر اللي قتل زفير بسبب خلافات حصلت ما بينهم في بث مباشر قديم. فعلشان كده الشاب ده حب ان هو ينتقم منه والحكم عليه بالسجن المؤبد. ودي نهايه كل اللي ما يخليش باله من الكلام اللي بيطلع من لسانه.